السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى هنعمل سمك بلطي مقلي حلو كده مقرمش، لان في ناس طبعا بتقولك لا السمك بعد ما بنقليه بيطرى مننا وما بيبقاش حلو. انا هقولك بقى على السر وعلى الطريقة اللي هتخلي السمك مقرمش معاك وحلو. ده السمك بتاعي انا جبته نضفته وغسلته كويس ونقعته في محلول ملح وخل وليمون زي ما انتم شايفين كده. نضف اهو. وديت التتبيله بتاعتي: نص معلقه من الشطه الحمراء، حوالي 5 فصوص من الثوم، كزبره خضراء على شبت متقطع رفيع، نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الكزبره، ومعايا عصره ليمونه. تمام. هقلب كل ده على بعضه واحشي بيه السمك واسيبه بقى يتشرب التتبيله دي شويه. بصي يا امارات، انا السمك بتاعي طبعا مش كبير قوي، فمش هفتحه من هنا. عشان ايه؟ لو فتحته من هنا هو مش كبير، هو وسط. تمام. لان كده كده التتبيله هيشرب من التتبيله ويبقى تمام. ايه؟ لان انا هسيبه حوالي ساعتين في التتبيله، عشان انا بحب السمك اللحم كله يشرب منها ويبقى ايه، طعمه بيبقى حلو وجميل كده. بصوا يا بنات، انا خلصت كده اهو. خلصت السمك بتاعي كله وهيشرب بقى بالتتبيله اهي. هقعده في التتبيله كده حوالي ساعتين وادخله في التلاجة لحد اللحم بتاعه كله ما يشرب من التتبيله ويبقى ايه، حلو. يلا بينا بقى يا بنات على ما السمك بتاعي يتبل. نعمل الرز الصينيه بتاعي: طماطمايه مبشوره وبصلايه مبشوره، عايزه اقول لكم ان الطماطمايه المبشوره مع البصله في الرز الصياديه بتودي الرز في حته تانية خالص، بتخليه طعمه يجنن، قمر كده. بصي يا امارات، شايفين البصله والطماطم بقى عامل ازاي؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. احط الميه بتاعتي. طبعا الميه هتغلي شويه مع البصله والطماطم عشان ايه، تدوب خالص، ما تبقاش فيها الحتت. تمام. وبعد كده اول ما الميه تغلي هنزل بالرز بتاعي. نص معلقه من الكمون تظبط الطعم طبعا، توديه في حته تانية. خصوصا بقى الطماطم عليه ايه، معلقه من الملح. هظبط الملح بتاعي واول ما تغلي هنزل بالرز بتاعي. بصوا بقى يا جماعه، خلاص الميه بتاعتي هي اتغلت خلاص ودوبت البصله بتاعتها. بصوا الرز بتاعي انا غسلاه طبعا وبصفيه من الميه مصفى وهنزل بيه. واول ما يتشرب الميه على طول هغطي عليه وخلاص بقى انسي. هيطلع معاكي احلى طعم واحلى لون واحلى ريحه. يلا بينا عشان نقلي السمك بتاعنا. انا حضرت دقيق وده البهارات بتاعتي: معلقه من الملح، نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الكركم، بس ولا بهارات سمك ولا اي حاجه. التتبيله اللي انا حطاها في السمك تغني عن اي حاجه. انا بس حاطه شويه من الكركم علشان ايه، يخلي السمك اصفر وحلو. تمام. وعايزه اقول لك لو انت عايزه السمك يطلع منك مقرمش وحلو ومش طري، هديله النار. اول ما ياخد اللون اللي هو الاصفر ده توطي عليه النار. تمام. مش تستنك معلياله النار خالص، لازم هيتحمر بسرعه وهتطلعيه وتهب تلاقيه بقى طري منك. لما توطي عليه النار ويستوي براحته هيطلع منك ناشف ومقرمش وجميل. بصوا بقى يا بنات، على زيت سخن طبعا، وادي السمك بتاعي خلاص. زيت سخن واول ما ياخد مني لون على طول هوطي عليه النار عشان ما يطلعش مني طري. شايفين يا بنات؟ شايفين العظمه؟ انا بعشق السمك ده. شايفين تمام بيخربش ازاي؟ بصوا الرز، بصوا فلفل وجميل وريحته ايه تجنن. مع السمك بقى ايه، طعم الرز روعه. جنن يجنن يجنن والله، ما عشان انا اللي عاملاه، بس هو فعلا طعمه حلو حلو قوي. السمك والرز والسلطه بقى ايه،
ايه رايكم؟ يلا باي باي.